حبيبي يا مصلوح، قواك الله. مستر. احكي لنا. انا شفتها بعد ما فريت الكاميرا. يتعنون النتيجة احنا قلنا ننتظرها. اشتر لي عليها. لا ما شاء الله بين. اللون شنو رايكم؟ شنو رايكم هذه التفاصيل مالتها؟ احكي لنا شنو الشغل اللي صار؟ والله احنا على قولة طعمنا بيها شغلات حلوه صارت، غيرنا فكره انا بيها شغلات حلوه. اشوف امور متغيره يعني، مو مثل ما كان بالي انه كلها طافيه، لا صارت اكو اضافات. خليت لامع شغلات خفيفه مثل على مود صرنا اللامع صارت جنح عندنا، الداير الاطراف مال البيبان بالكامل اربعتهم، خلينا اليدات وخلينا الزعنف الفوق اللي هي البارزه اكثر شيء، خليناه كله لامع. هذا شلون جت لك هيك الفكره؟ بصراحه انا عجبتني. مشكله ما كان ببالي بس عجبتني. مشكله ادري شنو؟ من تصفن انت هيك شلون طلع نتيجه هيك ازيد من اللازم. ثاني شغله اللي هو الويل مالتها هم لامع، فصارت كل هالسياره طافيه ما عدا الاطراف مالتها لامع. شتيل. بالاضافه ضفنا التفضيل وضفنا السيفتي اللي هو درع الجامع اللي هو حمايه عن الترميل. اوكي، على مود انت بعد رحال، فلهذا السبب تحتاج طريق الخارجي ضروري. الطريق الخارجي تحتاجه. واللايت الامامي، اللايتات بالكامل هم صار عليها حمايه شيء اكيد. شتيله. يعني الهوسه بعد كالعاده مثل ما اسافر بالدراجه الهوسه لازم اطشرها قدامي واصفطهن حاجه حتى قبل ما نتوكل بالعزيزه الجديده. ما ننسى فضل الحب الاولي. خل افتحها من الشارف من رجعت حلب شيت حتى السن شغلها شويه وطلع الكرسي من يمين. لا جونا مال صحراء قسما بالله. اقعد بستهدفها انا شو قالت هيك قصة التراب. طبعا الكرسي هنا بهذا الباب. لا القلب شلون راح من طالعه شي هنا احتاجه. الله عشت. شغلنا نعرفها تشتغل شوي ونرجع نغطيها وننتظر موسمها ان شاء الله ونرجع بامجاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتوكل حاليا الساعة بالستة توقيت البصرة، نتجه باتجاه الكوت. نسأل الله التوفيق والسلامة. وهذه حاليا منطلقين. نسأل الله التوفيق. بنزين عندنا لكن ذا نلقى هسه نفول من الطريق حتى امورنا توب ان شاء الله وجاهزين. وهذه اغراضنا كامله، جوازنا، جواز الخروجيه، كل الامور جاهزه باذن الله تعالى. نتوكل على الله. البنزين ممتاز عندنا. خلينا نشوف بعد بس الدين ممتاز عندنا 86%. شوف ضغط التايرات هم ممتاز. نتوكل على الله. وحاليا على جسر خالد بدي نودع قضاء شط العرب. راح ناخذ منها على النجيبية، جسر مال النجيبية. ونتوكل على الله ان شاء الله. هذه سكة مال القطار، هذا جسر سكة مال القطار جديد تحت الانشاء. جسر النجيبية يربط منطقة النجيبية بقرمة علي. وحاليا لزم الطريق طريق قرمة إلى القرنة.
راح يكون طريقنا احنا يعني نمر بأقضية ونواحي وقرى، ما راح يكون خط سريع مكتوب. والله بصراحة أنا يعني أعتقد واصل للعمارة مرة واحدة بحياتي مثلا، يعني أتذكر هيك شيء. فبعدها إن شاء الله نستكشف الطريق احنا وياكم. أما الكوت أبد نهائيا بحياتي ما دخلت له. الحمد لله والشكر. حاليا وصلنا القضاء الدير. طرق قرى بعد مزدحمة تكون بصراحة، يعني ما تقدر تاخذ راحتك مثل الخط السريع، لكن ما عندنا شيء، على راحتنا وربي يسهل ان شاء الله. طبعا هذا الطريق طريق خلينا نقول احنا بصرة بغداد القديم اللي يطلع على العمارة على القرنة على قضاء الدير، من الطرق اللي بصراحة انا شخصيا ما احبها. طرق مزدحمة وضيقة وبيها قرى هواي، وما دام بيها سكن للناس فانت تقدر تاخذ راحتك بالسياقة. راح تكون طول الطريق منتبه وتباوع يمنا ويسرى، منا تجي سيارة، منا تسدوته، منا. فنسأل الله التوفيق ان شاء الله والتسهيل. حاليا بالدير، هذا سوق الدير، نكمل طريقنا. قلعة صالح قبل العمارة تقريبا في 40 كيلو. شوف الجامع من الباك. السلام عليكم والحمد لله والشكر. دخلنا الكوت مثل ما تشوفون، الساعة 10 إلا ربع. شوف لنا فندق إن شاء الله ونرتاح به حتى باكر ان شاء الله. وجهنا للمنفذ، حددنا لنا فندق الحمد لله والشكر متجهين ان شاء الله. نتفق وياه مسكين. بعد والله دور على بنزين خان، لان بصراحه ما فوت لا بالطريق ولا بنزين البصري. باقي عندي ربع فوق الربع. عديت على كم محطة معزل يعني بصراحة، ظهر الصبح يلا خلص. الحمد لله على كل حال. توجه الفندق يبعد عنا 10 دقائق عن هذا موقعنا، وإن شاء الله الأمور طيبة. فالحمد لله والشكر لقينا فندق، وهذا الباركن مال الفندق. سيارة ترست وجه، هسه شوف شلون نتصرف بيها. خلينا نرتاح، شوف ناكل لنا لقمة ونخطط ان شاء الله الباكر. يا صباح الخير، صباح العافية. الحمد لله والشكر. الصبح الساعة 6:30. نتوكل على الله باتجاه المنفذ. دورنا على محطة هسه نفول حتى نتوكل على الله. صار طويل والله على البنزين، بس بعد نوقف شو نسوي، احسن ما نتوازن. الحمد لله والشكر حصلنا على 40 لتر، بس 40 لتر يعطون، ما يعطون اكثر. نعمة من الله. ثم انعطف يمينا على طريق نتوكل على الله ان شاء الله. قدامنا 83 كيلو، يقول الوقت ساعة. نسأل الله التوفيق والسلامة يا الله. لزمنا طريق كوت بدرة باتجاه المنفذ ان شاء الله. قدامنا ان شاء الله اقل الساعة بالطريق. سلامة الجميع ان شاء الله.
انتبه أمامك مطر. قدامنا المنفذ يبعد 2 كيلو بين الجبال، جبال زرباطي ومهران، هذه كلها منها. كملنا أول تعهد وهذا المنفذ إن شاء الله، بقى نختم ونطلع من الجانب. الحمد لله وشكر كملنا الجانبين، بقى بس التأمين يطلع، كملنا الجمارك الإيرانية وختم الجواز، بقى بس التأمين إن شاء الله ننتظر هسه يجيبونا ونتوكل على الله. نطلع هسه حاليا هنا راح ننتظر من باب الخروج. الحمد لله وشكر بعد إجراء دام ساعتين تقريبا بالمنفذ الإيراني دخلنا الأراضي الإيرانية. قدامنا العراق 530 كيلو حتى نوصل العراق إن شاء الله. أول محطة نفول بيها إن شاء الله بنزين، هذا بنزين العراق. راح نفول بنزين ونمشي. لقيت جماعة أهل الجمس وراي وقت تعرفون طالعين نفس الطريق، راح نتماشى إن شاء الله سوا.